مسألة التهجير، المخاوف المصرية أيضا هي في نفس السياق. كيف تدير القاهرة خلافها مع إسرائيل في ملف معبر رفح وإعادة فتحه بالطريقة التي تراها القاهرة مناسبة؟ هو التمسك بالموقف المصري الذي يصر على توازن الأعداد فيما يتعلق بتساوي عدد الداخلين إلى قطاع غزة مع عدد الخارجين منه، ومصر تعتبر أي خلل في هذه المعادلة قد يضر أو قد يؤدي إلى التهجير أو ما يسمى بالتهجير الناعم للفلسطينيين، وهو ما تعتبره القاهرة خطا أحمر للأمن القومي المصري. وبالتالي موقف مصر في هذا الأمر هو موقف ثابت، لا لتهجير الفلسطينيين سواء قسريا أو حتى للتهجير الطوعي للفلسطينيين. هناك استعدادات تجري على الأرض فيما يتعلق بتحديد قوائم أولية لعدد الفلسطينيين الذين سوف يسافرون من مصر ويعودون مرة أخرى إلى قطاع غزة. محافظ شمال سيناء تحدث عن تجهيز قائمة تضم نحو 150 فلسطينيا. سوف تكون هذه هي القائمة الأولى التي سوف يسمح لها بالعودة مرة أخرى إلى قطاع غزة، من بين 1200 فلسطيني يتواجدون في محافظة شمال سيناء وحدها أنهوا إجراءات علاجهم في محافظة شمال سيناء وسوف يعودون مرة أخرى بمجرد فتح معبر رفح، بالإضافة بالطبع إلى الآلاف من الفلسطينيين الذين سجلوا في السفارة الفلسطينية في القاهرة ويرغبون في العودة مرة أخرى إلى قطاع غزة. وبالتالي هناك ترتيبات تتعلق بعودة سواء الجرحى أو المصابين الذين تم علاجهم في مصر أو حتى الذين علقوا منذ بداية هذه الحرب في القاهرة وفي المحافظات المصرية المختلفة. لوجستيا هناك استعدادات أخرى تتعلق بالاستعداد لفتح معبر رفح واستقبال المرضى والمصابين. هناك أكثر من 80 سيارة إسعاف تم تجهيزها لاستقبال هؤلاء المرضى والجرحى. تم توفير عيادات متنقلة عند معبر رفح من الجانب المصري للكشف المبدئي على هؤلاء الجرحى والمصابين ومن ثم تحويلهم إلى المستشفيات المختلفة. بالطبع استعدادات المستشفيات في محافظة شمال سيناء، وهناك كذلك استعداد لزيادة عدد المساعدات عندما يسمح أو يتم السماح بذلك، بالطبع ليس عن طريق معبر رفح ولكن عن طريق المعابر المعتادة كرم أبو سالم ونتسانة والعوجة. نعم، شكرا جزيلا لكما محمد محي الدين من القاهرة الصحفي، وأشكر محمود عليان مراسلنا من رفح جنوبية قطاع غزة. شكرا جزيلا لكما.